تخيل معايا وقفتي على غرض اداري مهم، جيت تقلب على الدفتر العائلي وما لقيتيش، او لقيتيه تالف ولا مقطع، الصدمه قويه ياك ما تخلعش. القانون المغربي دار حل لهذه الحاله، واليوم غنشرح لك كيفاش ترجع الناجده للحاله المدنيه بكل سهوله. اول حاجه خاصك ديرها هي شهاده الضياع. هذه الشهاده هي الساروت باش تبدا المسطره، وكتجيبها من الدائره الامنيه والسلطه المحليه المختصه، بلا بها ما تقدرش تطلب نسخه ثانيه. دابا وجد ورقه وستيلو، غتخصك نسخه كامله من رسم ولاده الزوج والزوجه، ونسخه من رسم ولاده كل واحد من الابناء، زيد عليهم نسخه مصادق عليها من عقد الزواج والبطاقه الوطنيه. هاد الترسانه ديال الاوراق هي اللي غادي ترجع لك الكناش بكل سهوله. الوجهه فين غادي تمشي هي مكتب الحاله المدنيه فين مسجل الزوج. الرسوم غتعطي 50 درهم، والوقت غالبا سيمانه، ولكن الا كنتي مزروب تقدر تخرجها في نهارها حسب نشاط المكتب. وبالنسبه لخوتنا اللي برا المغرب، المسطره كتتم في القنصليه او عن طريق المراسله لمحل السكن الاصلي بالمغرب. ضياع الاوراق كيشوش البال، ولكن بالمعرفه القانونيه كل شيء كيهون. بارطاجي هذا الفيديو مع اي واحد كتعرفه، وما تنساش تدعمنا بالاشتراك باش نستمروا في تبسيط المساطر. تبارك الله عليكم.